ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة تومانينو. انا مصطفى بقدم محتوى عن هوايتي والحاجة اللي بحبها من صغري وهي الفيديو جيمز. سنة 2025 لحد دلوقتي سنة مش بطالة خالص علينا كجيمرز، لانها قدمت لنا العاب كتيرة جدا، منها الحلو اللي ممكن ينافس على لعبة السنة زي This is Trending 2 وسبليت فيكشن، ومنها اللي كان يقرف واللي شخصيا اتمنى اني انسى اني جربتها اصلا، زي خليفة جي تي ايه في الملاعب لعبة مايندز اي. اللعبة اللي عملها اكيد ما عندوش ولا مايند ولا اي. ما تقنعنيش إن في حد طبيعي عاقل هينزّل لعبة بالمنظر اللي هي فيه ده حتى يعني ما حصلتش بيتا أو demo حتى والله. المهم يعني خلاص عشان ما نفتحش كلام فيها وخلّينا ننتقل ونتكلم عن موضوع الفيديو بتاع النهارده، وهو أكتر 6 ألعاب منتظرة لسه هتنزل في الشوية اللي جايين دول. وخلّوا بالكم أنا ما حددتش سنة أو فترة معينة، لكن المعيار الوحيد اللي هاخده هو إن اللعبة يكون تم الإعلان عنها فعلًا وتم تأكيد إنها هتنزل بحد أقصى السنة اللي جاية. يعني مش هاقول لكم مثلًا لعبة Wolverine اللي لسه لحد دلوقتي ما تمش تأكيد أي معلومات عن موعد نزولها، لدرجة إني بقيت حاسس إن Insomniac نفسها نسيتها أصلًا بعد آخر تريلر نزلوه ليها سنة 2021. بس كده عرفتوا المعيار الوحيد؟ يلا بينا نبدأ. في المركز السادس معانا لعبة جيمس بوند الجديدة 007 First Light، وأخيرًا هنعرف نلعب لعبة نضيفة لجيمس بوند بعد الألعاب اللي هي مش ولا بُد خالص اللي كانت بتنزل له، وحتى الألعاب اللي هي مش ولا بُد دي ما بقتش تنزل تقريبًا من 13 سنة. يعني متخيلين إن آخر لعبة جيمس بوند نزلت كانت سنة 2012، وبالمناسبة كانت لعبة سيئة جدًا. فده سبب كفيل يخلّيني إني عايز ألعب أي لعبة جديدة تخُص جيمس بوند. الواحد بيكريف الألعاب دي دلوقتي، خصوصًا لمّا أنا عرفت إن اللعبة الجديدة دي هتكون من تطوير استوديو كويس جدًا زي IO Interactive، الاستوديو اللي قدّم لنا ألعاب زي Hitman، واللي بالمناسبة برضه قدّم لنا ألعاب زي Mind's Eye الزبالة اللي اتكلمنا عليها في أول الفيديو، فيا ربنا يستر. ولكن إن جينا للحق يعني بصراحة أنا متطمن شوية، لإن اللي إحنا شُفناه للعبة لحد دلوقتي مطمئن جدًا، وأنا عن نفسي مقتنع إن أي لعبة لجيمس بوند صعب أوي تفشل أو تخيش منهم، خصوصًا بعد اللي شُفناه في التريلر اللي مدّيني إحساس إن اللعبة دي هتبقى ميكس كده من ألعاب زي Uncharted وHitman. فبصراحة أنا متحمس ليها جدًا مع إن ما لهاش موعد صدور محدد، لكن أغلب الأخبار بتقول إنها هتنزل في النُص التاني من 2026. فأدينا مستنيين، يا رب اللعبة تطلع تستحق الانتظار ده كله وما تكونش زي آخر تجارب الاستوديو. بس كده يلا بينا نروح على المركز الخامس. وفي المركز الخامس معانا لعبة ممكن تكون عدت من تحت عين ناس كتيرة وما خدوش بالهم منها، بصراحة معاهم حق هنعرف ليه بعدين، لكن بصراحة اللعبة شدتني جدا. وهنا احنا بنتكلم عن لعبة كريمزون ديزرت، وهي لعبة من تطوير استوديو جيرلا بس الكوري. ولو لسه ما تعرفش ففي العاب كوريه كتيره جدا نزلت او لسه هتنزل الفتره اللي جايه دي، والغريب في الموضوع ان اغلبهم العاب كويسه جدا زي ستيلر بليد او لعبه مودانج اللي اعلنوا عنها في اخر مؤتمر الاكس بوكس. وده كويس لينا احنا كجيمرز ان يبقى في اوبشنز كتيره موجوده، سواء العاب من استوديوهات يابانيه وامريكيه زي ما احنا كنا متعودين، او استوديوهات صينيه وكوريه لسه داخله جديد على المنافسه. واحد من الاستوديوهات دي هو استوديو جيرلا بس اللي يعتبر ما طورش غير لعبه واحده بس من اول ما بدأ، وهي لعبة بلاك ديزرت اللي نزلت من 8 سنين كاملين، ومن ساعتها ما طوروش أي لعبة تانية غير بس لعبة أو لعبتين وكانوا ألعاب للموبايل. فدي حاجة مش مطمئنة قوي، لكن عايزك تفتكر إن بلاك ميث ووكونج كانت تجربة أولى لاستوديو صيني، ستيلر بليد كانت تجربة أولى لاستوديو كوري، فمش شرط نحكم عليها بالفشل من بدري قوي كده. وزي ما بيقولوا خبر النهارده بفلوس بكرة يبقى ببلاش، فعلى العموم هنستنى، خصوصا إن اللعبة شكلها مبهر جدًا بصراحة. الجرافيكس بالنسبة لي ولا غلطة، أنا شُفت كل الفيديوز اللي نزلت للعبة ومنهم أكتر من boss fight، بصراحة اتكيفت جدًا. مش عارف بس حاسس إنها mix كده بين ألعاب Witcher في شكل العالم، وبين التوجه الجديد لألعاب Assassin's Creed بالتحديد جزء Valhalla من ناحية الcombat والbosses والحاجات دي. نسيت أقول لك كل اللقطات اللي أنت شايفها على الشاشة دي دلوقتي هي gameplay footage مش cinematics زي ما ناس تانية كتير بتعمل. فبصراحة إن دي تبقى فعلًا الgameplay footage دي حاجة مبهرة بالنسبة لي. وطبعًا غير حتة التنانين اللي ممكن تركبها أو تروضها وتقاتل بيها، وعلى حد علمي دي ما حصلتش في أي لعبة قبل كده، فيا رب بس يضبطوا الميكانيكس بتاعتها لأن حاجة زي كده سهل أوي إنها تبوظ منهم. كل اللي أنا حكيته لك ده مخلّيني متحمس جدًا للعبة، مستني أجربها بفارغ الصبر. وبالمناسبة اللعبة المفروض هتنزل آخر السنة دي، اللي أعتقد إنه صعب شوية إنه يحصل، خصوصًا إننا بقينا في شهر 8 وما فيش أي حاجة مؤكدة عن موعد صدور رسمي، بس نتمنى إن ما يحصلش ليها أي تأجيلات أو حاجة. تعالوا بقى نشوف اللعبة اللي معانا في المركز الرابع، وهي لعبة مافيا The Old Country. في تغيير مفاجئ عكس اللي اتعودنا عليه من ال3 أجزاء اللي فاتوا من السلسلة، واللي كانت أحداثهم بتدور في أمريكا. اللعبة دي رجعت لجذور المافيا في جزيرة سيشيليا في إيطاليا. مش بس الsetting أو المكان اللي هنلعب فيه هو اللي اتغير، لكن كمان نظام اللعب كله اختلف. اللعبة اتخلت عن توجه العالم المفتوح اللي كانت مشهورة بيه، واتجهت إنها تخلي اللعبة خطية أو linear أكتر،
مع إمكانية لوجود مناطق شبه مفتوحة للاستكشاف. والتوجه ده بالنسبة لي حلو جدا لأنه بيخلي فيه اهتمام وتركيز على الجرافيكس والشخصيات، وأكيد التركيز الأكبر بيبقى على القصة نفسها، القصة اللي أعتقد هي النقطة اللي بتبيع بيها اللعبة دي نفسها على أساسها. فبالتالي أنا متأكد إن التركيز على القصة في اللعبة دي هيكون أكبر من أي جزء تاني، لأني كمان شايف إن جزء مافيا ذا أولد كونتري هو هيكون الجزء الوحيد اللي هتتم أحداثه في جزيرة سيشيليا بالطريقة الخطية دي، وبعد كام سنة هنلاقي في جزء جديد نازل اسمه مافيا 4 بنفس أسلوب وطريقة لعب الأجزاء التلاتة بتوع قبل كده. فالجزء ده أتوقع هيكون مميز أوي بصراحة، خصوصًا بعد التريلرز والجيم بلاي اللي شفناهم للعبة. واللعبة دي خلاص هتنزل يوم 8 أغسطس اللي هو كمان أسبوع واحد من وقت نزول الفيديو. وأهم حاجة عشان الماديات، سعر اللعبة دي ممتاز في وقت ما أغلب الألعاب اللي بتنزل بتسعر نفسها ب$80 واللعبة الكريمة اللي بتضحي منهم بتبقى ب$70. جيت لعبة مافيا ذا اولد كونتري وقررت إن سعرها يبقى $50 بس، وده سعر ما بنسمعش عنه كل يوم. فدي بالنسبة لي بصراحة مفاجأة حلوة جدًا. في ناس كتيرة طبعًا قلقت وقالت إن السعر القليل ده تبريره إن اللعبة هتكون قصيرة، وأنا كنت مع وجهة النظر دي بصراحة، لحد ما طلع مطور اللعبة بنفسه وأكد إن اللعبة مدة القصة فيها هيكون مشابه للعبة مافيا 1 و2. فإحنا هنا بنتكلم على حوالي من 10 ل12 ساعة لعب، وده بالنسبة لي كفاية جدًا بصراحة. فأعتقد كل الأسباب دي كفيلة إنها ترفع حماسي ليها جدًا. ده غير إني من محبين أفلام The Godfather، فأعتقد اللعبة دي هتحسسني أوي بالأجواء بتاعة الأفلام دي، وهتكون بمثابة رسالة حب للفيلم. بمناسبة الحب بقى، ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب، تكتب لي إيه هي أكتر لعبة أنت حاببها ومتحمس ليها في كومنت عشان نتناقش أنا وأنت سوا. وعلشان ما تزعلش لو ما لقيتش اللعبة اللي أنت هتكتبها لي تحت في الكومنت في القايمة دي، فأنا هاعمل honorable mentions سريعة كده عن أهم الألعاب اللي هتنزل الفترة اللي جاية، واللي ما كانش ليهم مكان في وسط القايمة الرئيسية بتاعتنا، زي لعبة Gears of War Reloaded، حصرية إكس بوكس اللي أنا من محبينها برغم إني ما لعبتش الأجزاء بتاعتها كلها ولم يسبق لي امتلاك أي لعبة منها، لكني كنت بالعبها عند أصحابي زمان. فدلوقتي كمان هتنزل بالأجزاء الكاملة بنسخة محسنة أو ريميك، وهتصدر على كل المنصات بما فيهم بلاي ستيشن. فلو ما جربتش اللعبة دي قبل كده ما تترددش إن أنت تشتريها وتلعبها. ولعبة جيرز اوف وور ريلودد هتصدر يوم 26 أغسطس اللي جاي ده، فيعني مش هنستنى كتير. هيلز اس لعبة عالم شبه مفتوح، يعني ممكن نقول زي ألعاب جاد اوف وور الجديدة كده، في بيئة كئيبة بتلعب فيها بشخصية غامضة في مدينة موبوءة بكائنات غريبة. من الشكل كده ممكن نقول إنها كائنات فضائية، والكائنات دي مفيش أي أسلحة حديثة بتأثر عليها إلا السيف اللي بيستخدمه البطل بتاعنا. وللأسف مفيش معلومات كتيرة نعرفها عن اللعبة دي، ولكن في حاجة محمساني ليها جدا، إن لعبة هيلز اس ما فيهاش أي خرايط ولا بوصلة ولا أي حاجة بتدلك على أماكن المهام. فحرفيا أنت هتمشي في العالم ومكان ما تحب تروح هتروح، فاللعبة بتشجعك جدا على الاستكشاف زي اللعبة اللي معانا بعد كده. بس قبل ما ننتقل للعبة اللي بعد كده دي، لازم أعرفكم إن لعبة هيلز اس هتنزل يوم 4 سبتمبر اللي جاي. اللعبة بقى اللي كنا بنتكلم عنها من شوية وبنقول إن هي بتشجعك برضه على الاستكشاف، هي أكيد لعبة جوست اوف يوتاي، اللي طبعا أنا متحمس لها جدا لأن لعبة جوست اوف سوشيما هي واحدة من أفضل الألعاب اللي أنا لعبتها، وكانت تجربة فريدة من نوعها مش بتتكرر كتير، أو بتتكرر كتير بصراحة، لأن سبب عدم دخول جوست اوف يوتاي معايا في القايمة الكبيرة هو التكرار. أنا شايف إن لعبة جوست اوف يوتاي هي لعبة جوست اوف سوشيما بالظبط، نفس الجرافيكس نفس العالم نفس طريقة اللعب، هما كام حاجة بسيطة بس اللي اتغيروا. لا ده كمان فوق ده، بطلة الجزء ده بطلة مش حاسس ناحيتها بأي رابط خالص، ومش حابب أعرف قصتها ولا حابب ألعب بيها بصراحة. ده طبعا غير الأجندات اللي الممثلة دي غرقانة فيها حرفيا، وده عمل مشاكل وخناقات وشتايم بينها وبين الجيمرز. بس ما ننساش برضو ان لعبة جوست اوف توشيما اول ما نزلت كانت كده، وكان عليها هيت جامد جدا. اي نعم البطل ما كانش بيجهز زي الاخت ايريكا كده، بس ادينا هنشوف. ولعبة جوست اوف يوتي هتصدر يوم 2 اكتوبر اللي جاي ده. اللعبة اللي بعد كده معانا هي لعبة باتل فيلد 6، اللعبة اللي اتوقع انها هتكون عودة باتل فيلد على المسار الصحيح، وهتبعد عن الهبل والعك اللي بيحصل في اخر فترة للسلسلة. وسبب حماسي الأكبر هي إن اللعبة دي جزء كبير جدًا من أحداثها هتدور في مصر، وبالمناسبة دي أنا عامل فيديو كامل عن اللعبة، في تحليل للتريلر وتحليل لكل اللقطات اللي أظهرت مصر فيه، هاسيبه لك فوق في الأي وفي آخر الفيديو لو حبيت إن أنت تبُص عليه بصّة. واللعبة اللي بعد كده معانا هي لعبة فيبل، حصرية الإكس بوكس اللي كانت مبهرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى في التريلر اللي نزل ليها. فبصراحة عجبني أوي شكل العالم بتاعها، مديني إحساس كده إني قاعد جوه كتاب قصص وحواديت من الميديفل. فبصراحة لعبة فيبل لازم تكون معانا على الأقل في الأونربل منشنز. ولسه فيبل ملهاش موعد صدور نهائي، ولكن كل الأخبار بتقول إنها هتبقى في نص سنة 2026. نيجي بعد كده للعبة ليتل نايت ميرز 3، السلسلة الغنية عن التعريف
Little Nightmares اللي كلنا بنحبها تقريبًا بالجزئين الأول والتاني بتوعها. أخيرًا نزل لها جزء تالت، ولكن الوضع لا يدعو للتفاؤل خالص بصراحة، لأنهم غيّروا استوديو تطوير اللعبة بالكامل وهو استوديو ترسير، وقفلوا قصة سيكس ومونو، وهنبدأ نلعب في الجزء ده بقصة جديدة وبشخصيات جديدة. فمش عارف، حاسس إن اللعبة هتكون نازلة شايلة اسم Little Nightmares ولكن مش هيبقى فيها أي حاجة من روحها. بس لو أنت عايز حاجة فيها روح Little Nightmares استنى اللعبة اللي جاية. بس قبل ما نروح للعبة اللي جاية لازم أعرّفك إن لعبة Little Nightmares 3 هتصدر يوم 10 أكتوبر. نرجع بقى للعبة اللي لسه قايل لكم عنها إن هي واخدة روح Little Nightmares، وهي لعبة Reanimal، وهي لعبة من تطوير استوديو ترسير اللي لسه مكلمكم عنه من شوية، لأن هو اللي طوّر ألعاب Little Nightmares 1 و2. وده اللي هنشوفه في التوجه الفني للعبة المشابه جدًا لألعاب Little Nightmares، بالإضافة لإني شخصيًا باحب ألعاب الco-op أو الألعاب التعاونية واللي اللعبة دي هتكون منهم. فتخيل إنك بتلعب مع أخوك أو صاحبك في عالم Little Nightmares ولكن بشكل تعاوني. فبصراحة اللعبة دي من الألعاب اللي أنا متحمس لها جدًا. وبالنسبة لموعد صدور لعبة Reanimal فهو مش مؤكد لحد دلوقتي، ولكن في تسريبات كتيرة بتقول إنه هيبقى في نهاية السنة دي، في نهاية 2025. ونيجي بقى لآخر لعبة في الhonorable mentions وهي لعبة Metal Gear Solid Delta Snake Eater. المعروف لا يُعرّف، يعني كفاية إني أقول لكم إن اللعبة دي لعبة Metal Gear ولكن بالجرافيك جديد بنسخة remake، فاللعبة طبعًا هتكون تحفة فنية. كل ما باشوف التريلر أو أي فيديوز ليها باتحمس إني ألعبها جدًا، خصوصًا إني ما لعبتش الجزء الأساسي واللي كان على جهاز الPlayStation 2. ولعبة Metal Gear Solid Delta Snake Eater هتنزل يوم 28 أغسطس اللي جاي ده، فأي حد ما لعبهاش زي حالاتي كده يستناها. وبس كده خلصنا الhonorable mentions معانا. أول مرة أشوف في حياتي فيديو فيه الhonorable mentions أكتر من الألعاب الأساسية في القايمة، بس فعلًا الفترة اللي جاية دي في ألعاب كتيرة جدًا حلوة هتنزل وكان لازم أتكلم عنهم. بس يالّا بقى نروح للtop 3 معانا، وفي المركز التالت معانا لعبة The Witcher 4، الوريث الشرعي للعبة The Witcher 3، واللي تعتبر واحدة من أفضل الألعاب في الجيل اللي فات، واللي بيعتبرها كتير أوي أفضل لعبة في التاريخ أصلًا. شُفت التريلر بتاعها واللقطات اللي أعلنوا عنها في الtech demo بتاع Unreal Engine 5 وبصراحة انبهرت جدًا. بس اوعى تُقع في الفخ اللي أنا وقعت فيه أرجوك. أنا عايزك تقلل حماسك للعبة شوية، لإن مُخرج اللعبة نفسه طلع وقال إن كل اللي ظهر في الtrailers والdemo ده كان not actual gameplay، يعني كانت مشاهد سينمائية بس. فخلّوا بالكم لإننا لسه للأسف ما نعرفش عنها تفاصيل كتيرة، لكن الواضح لحد دلوقتي إنها هتكون لعبة أضخم من The Witcher 3. هنلعب بيها بCiri مش بGeralt زي المعتاد، ولكن المتوقع إن Geralt هيكون معانا كcompanion في بعض المراحل، ودي حاجة متوقعة من قبل كده بصراحة. لكن برغم كلام المُخرج عنها اللي قتل طموحنا كلنا بعد ما عشمنا إننا شُفنا واحدة من الألعاب القليلة اللي هتخلّينا نحس بنقلة في الgraphic واللي هتحسسنا إننا فعلًا بقينا في الجيل الجديد أو في graphic الجيل الجديد، وطلع بعد كل ده بيضحك علينا، لكني لسه متحمس جدًا للعبة وحاطط عليها آمال كبيرة جدًا. ولكن للأسف اللعبة ما لهاش ميعاد إطلاق رسمي لحد دلوقتي. كل التسريبات بتقول إنها هتبقى في نهاية 2026، يعني تقريبًا سنة ونُص من دلوقتي. هي هتكون فترة طويلة، بس ده بالنسبة لي أحسن من إنها تواجه نفس مصير Cyberpunk، واللي هي كمان كانت من نفس الاستوديو المطوّر واللي هو CD Projekt Red، اللي نزلت بنسخ مش مكتملة واتسحبت تاني والstores عملت refund لكل اللي اشتروها، وكانت كارثة حرفيًا. فربنا يستر على اللعبة دي. وبكده نكون خلصنا المركز التالت، وتعالوا بقى نروح للمركز التاني معانا في القايمة بتاعتنا، وهي لعبة من سلاسلي المفضلة اللي اتعرّفت عليهم مؤخرًا، وهي لعبة Resident Evil 9 أو Requiem. أحدث أجزاء السلسلة واللي أحداثها بتدور في مدينة راكون سيتي، المدينة الأشهر في السلسلة كلها، اللي بنرجع لها بعد غياب طويل جدًا. ومش بس هنرجع لراكون سيتي، لأ كمان الأخبار والتسريبات كلها بتقول إن Resident Evil 9 هتظهر فيها شخصية ليون كينيدي. بصراحة كده ليون كينيدي هو شخصيتي المفضلة من ألعاب Resident Evil كلها. ممكن يبقى في ناس كتيرة ما بتحبوش لأنه ظهر كتير في السلسلة وبيطالبوا ببطل جديد، لكن ما فيش أي حد يختلف إن ليون وResident Evil هُم وجهين لعملة واحدة، فالhater قبل الfan عارفين المعلومة دي كويس. بس حتى لو أنت ما بتحبش ليون وعاجبك توجه السلسلة الأخير مع ألعاب زي Resident Evil 7 وVillage، فبرضه اللعبة دي مناسبة ليك. لأن بالإضافة إن أنت ممكن تلعب Resident Evil 9 First Person، لأ كمان اللعبة هنا بتقدم لك شخصية جديدة تمامًا، وهي شخصية جريس أشكرافت، اللي هي محققة في الFBI واللي ما عندهاش أي خبرة في المواضيع اللي تختص بResident Evil زي الزومبيز والLickers والحاجات دي كلها. وده المطلوب، لأن لعبة Resident Evil 9 كل الأخبار والتسريبات بتقول إنها تكون متجهة ناحية الرعب بشكل أكبر، وبالتالي مش هينفع يكون ليون هو البطل بتاع الجزء ده، أو بالأصح ما ينفعش يبقى البطل الوحيد للجزء ده، لأنه واجه كل الحاجات دي قبل كده في Resident Evil 2 اللي ساعتها كانت مقبولة ومقنعة لأنه كان لسه ضابط جديد، فقدرت إنك تعيش معاه تجربة الخوف دي. لكن بعدها ليون عدى بتجارب أصعب بكتير في الجزء الرابع والسادس، فاللي هو المفروض دلوقتي يترعب إزاي يعني حضرتك؟
كمان اللعبة بتوعدنا بأسلوب لعب جديد أول مرة يتقدم في تاريخ السلسلة كلها، وأنا أعتقد إن الأسلوب ده هيكون إنك تقدر تلعب بالشخصيتين في نفس الوقت اللي هما ليون وجريس، بس هتكون مختلفة شوية عن Resident Evil 2، لأن في Resident Evil 2 كنا ممكن نلعب القصة من منظورين مختلفين واللي هما من منظورين كلير وليون. فبصراحة مش عارف هيعملوها إزاي، ولكن كلها فترة بسيطة ونعرف، لأن لعبة Resident Evil 9 اتحدد لها ميعاد إصدار في آخر التريلر اللي بيعلن عنها، وتأكد نزول اللعبة يوم 27 فبراير من السنة الجاية. كفاية كده بقى كلام عن Resident Evil، وتعالوا نروح على المركز الأول. والمركز الأول معانا في أكتر الألعاب المنتظرة في الفترة اللي جاية دي هو المركز الأكثر توقعًا والأكثر وضوحًا في تاريخ قائمة الألعاب، لعبة GTA 6. ما هو أقول لك إيه طيب، ما هو طبيعي لعبة GTA 6 تبقى أكتر لعبة منتظرة في الفترة اللي جاية دي كلها، يعني سواء كجيمرز تقال اللي بيلعبوا كل الألعاب اللي بتنزل لازم تكون مستنيها، أو لو أنت جيمر كاجوال حتى فأنت بتلعب ألعاب بسيطة زي فيفا، بيس، Call of Duty وGTA، فحرفيًا الكل مستني اللعبة دي بفارغ الصبر. لو عايز الحق أكتر، لعبة GTA 6 منتظرة أصلًا من 10 سنين، بعد ما خلصنا لعب الجزء الخامس وبدأنا إن إحنا نمل منه. لأ، ضيف على كل ده بقى التريلر الأول اللي نزل وقلب العالم حرفيًا، 264 مليون مشاهدة على يوتيوب بس. حرفيًا إحنا نمنا صحينا لقينا العالم كله بيتكلم عن GTA 6، وكل ده وما كانوش عرضوا إلا حاجات بسيطة أوي عن اللعبة، اللي هم عملوا إثبات حالة بس كده، اللي هو إحنا GTA 6 وإحنا هننزل في الفترة اللي جاية دي، لكنهم كدبوا علينا في آخر التريلر، لأنهم قالوا إن اللعبة هتنزل في 2025، ولكن الحقيقة ما كانتش كده خالص، لأن اللي نزل في 2025 كان قرار تأجيل اللعبة، وتحديد موعد نزولها النهائي في 2026. بالتحديد 26 مايو 2026، وعلشان روك ستار شركة صايعة جدًا بعد إعلان التأجيل ده بيوم واحد بس نزلوا لنا التريلر التاني فجأة كده out of nowhere، ما حدش كان متوقعها نهائي، وبالتالي قدرت تخلّي كل الجيمرز بدل ما يتكلموا عن تأجيل اللعبة يتكلموا عن التريلر التاني والتفاصيل اللي فيه، فبصراحة يعني كانت خطة ممتازة يا روك ستار. التريلر التاني بقى كشف لنا عن تفاصيل عملاقة عن اللعبة، سواء كان الفيديو نفسه على يوتيوب أو في اللينك اللي تحته اللي بيوديك على الموقع بتاع روك ستار نفسه اللي مليان معلومات، سواء عن الشخصيات بتاعتنا في اللعبة وسلوكهم وماضيهم، أو حتى عن المدن والأماكن الرئيسية اللي بتقدمها خريطة اللعبة، أو حتى الأكتيفيتيز اللي أنت ممكن تعملها، وحاجات أكتر بكتير، حاجات كل ما باشوفها بابقى عايز أغمض عيني وأفتحها ألاقي اللعبة دي نزلت وخلاص أقدر أجربها. بس للأسف في أخبار عن تأجيل تاني جاي في الأفق، وده أنا كنت متوقعه من بدري بصراحة، لأن كل ألعاب GTA باستثناء GTA 4 بس نزلوا في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر من كل سنة، واللي أتوقع GTA 6 كمان هتنزل في الفترة دي. وأنا بالنسبة لي ما فيش مشكلة خالص بصراحة طالما اللعبة هتطلع حلوة في الآخر، وأنا عن نفسي عندي ثقة في شركة Rockstar إنها تقدر إنها تقدم لعبة فعلًا هتكون game changer، وده المهم عندي. عارفين إيه تاني بقى المهم عندي؟ رأيك في الكومنتات، وما تبخلش عليّا بقى بcomment تقول لي فيه رأيك عن القايمة بتاعتي، لو في أي حاجة تحب نتناقش فيها برضه سيبها لي في comment، وبما إنك تحت كده بقى ما تنساش تعمل لايك وsubscribe وبس، كده قيمتنا انتهت والفيديو بتاعنا خلص، وفي النهاية خلّوا بالكم من نفسكم، سلام.